السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد على قهوة الخواجة. دايما بنقول بتشجع كورة ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كورة. ضيفنا النهارده نجم قناة النادي الاهلي الاستاذ ابراهيم المنيسي بيرد على احمد حسام ميدو لما قال ان المنتخب مصر فوق الجميع، وعلى النادي الاهلي ليه النادي الاهلي ما بيتعاونش مع منتخب مصر، وبيان ناري جدا من ميدو ورد اقوى من ابراهيم المنيسي مع بعضينا على قهوة الخواجة. ولا حتى مارسيليا انه يساوم المنتخب بلاعيبته، واي حد يطلع في الاعلام يقول غير كده يبقى ضلالي. الاولويه لمنتخب مصر لانه مصر فوق الجميع. هنا يا جماعه والنبي عشان نوزن صح بقى، مصر ما ينفعش تتقال اولا عشان يجي ثانيا الاهلي او الزمالك. مصر لا تقارن ولا تحتاج تعد بعديها. مصر ما تعدش بعديها، لا تقارن ولا يجب انها تكون موجودة في جملة مع اي نادي فيها، حتى بقيمة وعراقة وعظمة ودور ومكانة النادي الاهلي. احنا بنتكلم على الوطن، فالوطن ده بره الحسابات دي خالص. لا يجب لا مقارنة اي حد بيه ولا يجب طرحه اصلا في العداد ده مبدئيا. لكن هو مين الضلال يا ميدو؟ اللي حصل قدامه الواقع على فكرة. وقتها لو عايز تعرف الضلالي ارجع انت بنفسك افتكر في نفس الواقعة المشابهة لما كان الزمالك اللي واخد لاعيبته، كان رأيك ايه؟ في 2014 كابتن شوقي غريب كان ماسك المنتخب، فكتب ميدو: اشكرك شوقي غريب على تفهمه موقفنا واستبعاده للاعبي الزمالك من مباراة البوسنة. حاولنا من ناحيتنا مساعدة المنتخب بتقديم مباراة الذهاب وكان مكمل قبل كده. يعني لما كان الكابتن شوقي غريب يسيب لاعيبة الزمالك ما ياخدهمش لمباراة البوسنة عشان مجهدين او غيره، يبقى ده كان حلو قوي. دي كانت وطنية بجد، دي كانت وطنية ومش ناس ضلالية. الضلال ان النادي الاهلي دافع عن حقه، وانه يقول ان لاعيبته محتاجها، وانه كان لازم يحصل تنسيق مع مستر روي فيتوريا. لانه لما حصل تنسيق من خلال صديقك حازم امام مع نفس الراجل روي فيتوريا، وقتها لعيبه الزمالك خرجت من المعسكر. ولما حصل تنسيق بين فيتوريا وفيريرا وقت ما كان ماسك الزمالك، طلعت المواقع تقول لك جاء استبعاد لاعبي الزمالك باتفاق بين روي فيتوريا المدير الفني للفراعنه وفيريرا مدرب المنتخب لحصول اللاعبين على قسط وافر من الراحه. ده سابهم ما خدهمش عشان يريحهم، مش عشان لمجرد ان حازم عمل الكونكشن ما بين فيريرا وفيتوريا. ويرتبط فريق الزمالك بخوض مباراه كاس السوبر المصري السعودي اللي هي كاس لوسيل امام الهلال السعودي اللي كان متحدد لها 9 سبتمبر في ملعب لوسيل في العاصمه القطريه الدوحه، اضافه الى خوضه دور ال 64 في دوري ابطال افريقيا. يعني مباراه وديه على كاس لوسيل ودور ال 64 في دوري الابطال. دي كانت مهمه كبيره جدا، الزمالك يحتاج انه يشكر فيتوريا عليها. ومرتضى منصور وقتها طلع في الاعلام شكر حازم امام على انه لعب هذا الدور الوسيط. ساعتها دي كانت وطنيه يا ميدو، ما كانش الاعلام ضلالي، كان الاعلام وطني ومحب ومساند وداعم وكل حاجه. لكن لما الاعلام وواحد زي مدرب المنتخب السابق كابتن ضياء السيد يتكلم على غياب التنسيق وانه النادي الاهلي ما حدش لاعب له دور الوسيط. الزمالك عنده مندوب في اتحاد الكوره، الزمالك عنده مندوب في اتحاد الكوره اسمه حازم امام. اسماعيل يوسف يطلع يشكره لانه نجح في انه يسجل لعيبه ناشئين للزمالك حتى مع وقف القيد، وقال لك باذل مجهود كبير. وانا ما اعرفش لا المفروض خالد الدرندلي هو مندوب النادي الاهلي ولا حازم امام مندوب الزمالك. الناس دي انتخاباتهم جمعيه عموميه او المفروض كده عشان يديروا الكوره في مصر بين الجميع، مش ان حازم يبقى مندوب 100 عقبه في الجبلايه. غير كده مفيش حاجه تحصل. واي حد يتكلم على حق مشروع للنادي الاهلي قبل ما يلعب مباراه مهمه على كاس السوبر يبقى ده اعلام ضلالي. اعلام ايه اللي انتوا بتتكلموا عليه؟ اعلام
كلام ايه بجد؟ وانتوا فاهمين انه لو تم وضع اكواد اعلاميه حقيقيه حضراتكم هتشتغلوا الشغلانه ديت؟ لو بنتكلم على اكواد مهنيه حقيقيه كان ده هيبقى الوضع. علشان النادي الاهلي يا استاذ نبيل يتعرض لهذا الموقف ويهدد بايقاف لاعيبته او يبقى الاعلام ضلالي. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من قهوه الخواجه، ورجعنا لكم تاني على تعليق الاستاذ ابراهيم المنيسي على احمد حسام ميدو. طيب الموضوع ده بيبص له من كذا اتجاه. طب هو ليه دور حازم امام جوه اتحاد القاهره او جوه منتخب مصر ومشرف على منتخب مصر اقوى من خالد الدرندلي ومحمد بركات؟ طب ليه روي فيتوريا سامح بكده اصلا؟ طب محمد بركات فين من التنسيق بين النادي الاهلي وبين روي فيتوريا او منتخب مصر، او ما بيتدخلش زي ما الناس كلها بتتكلم على دخول حازم امام في موضوع الزمالك من 2014 زي ما ذكر الاستاذ ابراهيم؟ طيب حازم امام متفوق على خالد الدرندلي ومحمد بركات. طيب روي فيتوريا بيعامل الزمالك زي ما بيعامل الاهلي، هو حاطط معايير واحده ومفيش حد هيخترقها. يعني بصرف النظر عن الموقف ده اللي حصل مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي عنده بطوله محترمه، وهي المشكله ان ماتش اثيوبيا حسم. يعني ماتش اثيوبيا ماتش تحصيل حاصل، فهو ده اللي عامل الايه ينفع ان انت تستثنى لعيبه النادي الاهلي، والمباراه بالذو قيمه، والمباراه مش يعني مش هتغير من الامر شيء. انت كده كده اول وصاعد نهائيات الامم الافريقيه. طيب هو في كلام تاني. ايه هو الكلام التاني؟ ان اثيوبيا كسبتنا وعملت لنا ماتش جامد جدا. التصنيف ماتشين يهموا التصنيف. طيب ده ليه وجهه نظر وده ليه وجهه نظر. ترجع وجهه النظر الحاسمه لروي فيتوريا. روي فيتوريا لو قال 1 2 3 فده راجل بيتكلم باسم مصر، وزي ما قال الاستاذ ابراهيم المنيسي في اول الحلقه، اسم مصر في حته وكل العك اللي بيحصل ده في حته ثانيه. طيب لو روي فيتوريا قال كده، يبقى هل هي دي سياسته بدون دخول محمد بركات او خالد الدرندلي او حازم امام او تاثير اي حد عليه؟ يبقى احنا ناس بنفهم كوره. لكن ما ينفعش حد يجامل في اهلي وزمالك. اصل انت مش لوحدك، اصل الاهلي ده مش لوحده والزمالك ده مش لوحده. الاهلي والزمالك وراهم ميديا من اقوى ميديا الوطن العربي، وراهم جمهور، وراهم كل حاجه، فهيبصوا، هيركزوا، هيتعاملوا. هل الكيل بمكيالين، ولا هل انت راجل ماشي بمنتهى الامانه والصراحه؟ فما ينفعش تجامل ولا اهلي ولا زمالك. ده وجهه نظر. تتكلم على الاهلي كويس، تتكلم على الزمالك كويس، تتكلم على الزمالك كويس مش كويس. ده لما يكون كويس، والعكس صحيح. اهلي وحش اطلع اتكلم، انقد، قول اللي انت عايزه. اهلي كويس اطلع قول انقد اللي انت عايزه. لكن اللي بيحصل ده، اي حد يتعامل مع الاهلي والزمالك لازم يتعامل بمنتهى الاحترام، لان مش حدش هيسمع عليه. دي كانت حلقتنا، وكان تعليق ناري من ابراهيم المنيسي على احمد حسام ميدو. ويا رب الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله كل جديد على قهوه الخواجه. حبيبي يا اخوان.